في هذه المدرسة لا يمكن للطالب التخرج إلا إذا تم التخلص من المعلم. في إحدى المحاولات حاول ماك طعن المعلم، لكن المعلم شعر بنواياه في اللحظة الأخيرة فاحتضنه ماك بقوة، وكان يرتدي على صدره قنبلة خاصة. وقع انفجار هائل وخرج ماك دون أن يصاب بأذى، بينما اختفى المعلم تماماً. ظن الجميع أن المهمة قد نجحت، لكن فجأة سمعت صوت المعلم من فوق السقف. كان سليماً تماماً، لكن رأسه تحول إلى اللون الأحمر من شدة الغضب. في المحاولة الثانية قفز ماك من فوق جرف شاهق بنية إجبار المعلم على إنقاذه ثم الهجوم عليه، لكن المعلم كان يستطيع التحرك بسرعة تفوق الصوت في لحظة واحدة. نسج شبكة ضخمة باستخدام مجساته وأمسك بماك دون أن يصيبه بأذى. وبعد فشل جميع المحاولات قرر المعلم اقتراح تحد جديد: إذا حصل أحد الطلاب على المركز الأول في مادة من المواد فسوف يقطع أحد مجساته بنفسه ليضعف قوته. بدأ الطلاب بالدراسة بجدية، والمعلم كان يدرسهم باستخدام نسخة مستنسخة منه، بينما كانت نسخة أخرى تستمتع بأشعة الشمس في الخارج. وعندما ظهرت النتائج حصل 6 طلاب على المركز الأول في مواد مختلفة. حينها قاموا بربط المعلم استعدادا لقطع 6 من مجساته دفعة واحدة.